بسرعة يعني هنا عملت 4 سطور، هنا عملت 3 سطور بس، فالأربعة قد 3 سطور. شايفين الفرق؟ السلام عليكم. معانا النهاردة تالت محاضرة من محاضرات كورس تعليم الكروشيه من الصفر. انتوا لسه أول مرة تشوفوا الكورس ده، فمهم جدا ترجعوا المحاضرتين اللي فاتوا. هنبدأ مراجعة سريعة للي احنا خدناه المرة اللي فاتت. هنعمل عقدة البداية، وقلنا عقدة البداية بتتعمل بالطريقة دي، وهنعمل عدد من السلاسل 1 2 3 4 5 6 7 8 9. عملت هنا 10 سلاسل بالشكل ده، وهنبدأ نشرح الغرزة بتاعتنا النهاردة. اول غرزة هناخدها هنبدأ من الصغير للكبير. هناخد اول حاجة غرزة النص عمود، ودي بتبقى اصغر نصة في عائلة العواميد، فبتبقى نص عمود. اول حاجة غرزة النص عمود بنرتفع لها ازاي، وقلنا يعني ايه ارتفاع المرة اللي فاتت في غرزة الحشو، يعني الحاجة اللي بنبدأ بيها او الحاجة اللي بنسيبها قبل ما نبدأ في الغرزة. فبالارتفاع بتاع غرزة العمود النص عمود بيكون غرزتين من السلسلة بالشكل ده. وبنيجي في تالت سلسلة في الرقم 3 نبدأ نشتغل الغرزة بتاعتنا. وشغل الغرزة بتاعتنا بنلف الخيط على الإبرة بالشكل ده، وبننزل في تالت سلسلة وننزل ونشد الخيط ونطلع. بقى معانا 3 حلقات على الإبرة، بنشد الخيط وبنطلع من ال3 حلقات مرة واحدة. دي كده غرزة النص عمود. هنكرر تاني، نلف الخيط وننزل بالشكل ده. بقى معانا 3 حلقات على الإبرة، نشد الخيط ونطلع من ال3 مرة واحدة. هي دي غرزة النص عمود. وغرزة النص عمود هي غرزة بين غرزة الحشو وغرزة العمود بلفة، فبتبقى نوعا ما ليها ارتفاع، مش زي غرزة الحشو صغيرة. هي بترتفع سنة بسيطة وما بتاخدش خيط كتير، وفي نفس الوقت بتنجز معانا، ويبقى شكلها بالشكل ده كده. تمام، واضحة. هنكمل لنهاية السطر وبدون اي كلام، عشان تقدروا تشوفوا الغرزة كويس وتتدربوا عليها بالشكل ده. طبعا زي ما قلنا مبننساش اخر سلسلة. وده كده اول سطر. طبعا واضح جدا الفرق بين اول سطر وبين اول سطر في غرزة الحشو، فشايفين الفرق. ولسه برضو هتشوفوا الفرق بينها وبين الغرزة بتاعت العمود بلفة. هي دي تبقى بالشكل ده. غرزة النص عمود من الغرز اللطيفة السريعة جدا برضو، وفي نفس الوقت بتنجز لاننا بنرتفع كأننا اشتغلنا سطر ونص من سطور الحشو. فاحنا هنا يعني سطر بارتفاع سطر ونص من سطور الحشو. بتنجز، وبرضو في نفس الوقت برضو ما زالت مصمطة، ما زالت ما فيش فيها فراغات كتير، فغرزة مقفولة على بعضها كده مفيش فيها فراغات كتير. محتاجين نتدرب عليها قبل ما نروح للغرزة التانية من اختها من نفس العائلة. هنرتفع بقى، عايزين نرتفع للسطر التاني، فهنرتفع هنطلع سلسلتين بالشكل ده. فالارتفاع بتاع غرزة النص عمود بيكون سلسلتين. غرزة الحشو بتاعت المرة اللي فاتت كانت سلسلة واحدة. تمام. هنلف الخيط بقى عشان نشتغل في السطر الجديد، وبننزل تحت حرف الفي بالشكل ده، وبننزل ونطلع. بقى معانا 3 حلقات وبنكمل زي ما عملنا. وطبعا السطر ده بيكون اسهل بكتير من السطر اللي فات، لان عندنا ايه الغرز شكلها بقت واضحة. طبعا الشغل بيكون فوق السطور، فوق غرزة الحشو بيبقى اسهل من الشغل فوق السلسلة بالشكل ده. هعمل بقى 3 سطور عشان بس نشوف في الاخر شكل الغرزة بتاعتنا. معلومات عنها ان هي ما بتاخدش خيط كتير، ان هي ارتفاعها كويس، ما زالت غرزة مصمطة.
هنا اشتغلت 3 سطور، وبالشكل ده بقى شكل الغرزة واضح معانا. طبعا رايح جاي رايح جاي، فده الشكل بتاع الغرزة النهائي، غرزة النص عمود بتاعتنا. اشتغلنا 3 سطور، هشتغل سطر كمان مش مشكلة، اشتغل سطر كمان قبل ما نشرح غرزة العمود بلفة. 4 سطور من غرز العمود النص عمود، دول كده 4 سطور بالشكل ده من غرزة النص عمود. واحفظوا اول غرزة بتاعتنا هي دي غرزة النص عمود بالشكل ده. هنشرح بقى، انا هسيب غرزة النص عمود علشان لما اجي اشرح، انا خلاص هقص الخيط هنا كده في القطعة دي واسيبها علشان لما اجي اشرح غرزة العمود بلفة اوريكم الفرق في شكل الغرز لما بنيجي نعملها يعني. فانا هسيب القطعة دي كده ماشي. دي كده اول حاجة، دي غرزة النص عمود. تاني غرزة معانا هتبقى غرزة العمود بلفة، هنعمل برضو حوالي 10 سلاسل. هنا عملت 10 سلاسل بالشكل ده. هبدأ بقى ان انا ارتفع لغرزة العمود بلفة 1 2، الارتفاع بتاع غرزة عمود بلفة بيكون 3 سلاسل بالشكل ده، نطلع لها ب3 سلاسل عشان هي اكبر من غرزة النص عمود، فهي اكبر شوية، فبنرتفع لها ب3 سلاسل. ولكن في بعض المشاريع بنرتفع بسلسلتين. الفرق ان انا ساعات ما ببقاش عايزه يبقى في فراغات كتير في بدايه كل سطر، لو انا هشتغل دائري فبرتفع بسلسلتين بس. بس يعني ده على جنب، عشان لو انتوا شفتوا مشاريع برتفع سلسلتين لغرزة العمود بلفة فعادي، بس هو الاصل بتاعها ان انا ارتفع لها ب3 سلاسل بالشكل ده. تمام. هنلف الخيط ونرجي في السلسلة تحت السلسلة الرابعة بالشكل ده، ونشد الخيط. بقى عندنا 3 حلقات على الابرة، هشد الخيط واطلع من حلقتين، بقى عندي 3 حلقتين على الابرة، هشد الخيط واطلع من الاتنين التاني. تمام. ودي كده اول غرزة عملناها من غرزة العمود بلفة. هنلف الخيط على الابرة وننزل تحت الحرف الفي بتاع السلسلة بتاعتنا اللي فوق ده زي ما شرحنا بالتفصيل في الفيديو اللي فات، وهنشد الخيط ونطلع من حلقتين، وهنشد الخيط ونطلع من الحلقتين التانيين بالشكل ده. تمام. هنكرر. دي الفرق بين غرزة العمود بلفة والنص عمود. زي ما انتوا شايفين طبعا العمود بلفة غرزة اكبر شوية علشان بطلع على مرتين، ما بطلعش مرة واحدة. تمام. ونوعا ما بدأت تكون معايا ايه فراغات اهي، بدأ يبقى فيه شكل فراغات. غرزة النص عمود كانت فيه فراغات بس اقل بكتير من العمود بلفة، فاحنا زي ما قلنا هي بين الحشو وغرزة النص عمود بالشكل ده كده. تمام. نلف الخيط ونطلع من حلقتين في حلقتين. الغرزة يعني ايه فايدة ان انا بتعلم الغرز دي؟ عشان ادمج غرزة نص عمود مع غرزة حشو مع غرزة عمود بلفة، يطلع لي الشكل اللي بيعجبني في اي مشروع انا عايزة انفذه. العمود بلفة بالشكل ده، شايفين طبعا اول سطر هنا كان عامل ازاي، احنا جينا هنا اول سطر فالفرق واضح جدا. يعني ده اول سطر، هنا اول سطر عامل ازاي، يعني كأنه برضو قده مرة ونص بالظبط. يعني داخلين ارتفاعها اعلى، ودي طبعا بتنجز معايا في الشغل اكتر، فعلى حسب المشروع اللي انا عايزه اشتغله. اكرر. هنرتفع 3 سلاسل. قلنا يفضل ان انا اشتغل عمود بلفة بسلسلتين، يعني في مشاريع بستخدمها كده، مش هشتغل في اول واحدة وهبدأ ان انا اشتغل في التانية. هنا عمود بلفة بالمنظر ده، بلف الخيط، اسمه عمود بلفة لان بلف الخيط على بعض مرة واحدة بس زيه زي النص عمود، لكن الفرق ان انا بطلع على مرتين، بطلع على مرة والتانية. تمام كده.
بلف الخيط وبنزل وبطلع في عمود. هنا السطرين اللهم بارك داخلين على الاربعة كمان. تمام. فهنا سطرين من غرزة النص عمود قد 4 سطور، يعني قد 3 سطور. السطرين قد 3 سطور، يعني زي ما قلنا السطر قد مرة وقد مرة ونص مثلا. تمام. هشتغل بقى 3 سطور بس، هشتغل كمان سطر كمان، وقلنا هنرتفع 3 سلاسل بالشكل ده. العمود بلفة ده بعده، فانا يعني انا ساعات بقرر ان العمود اللي ال3 سلاسل دول بعتبرهم انهم عمود بلفة، بقرر انهم عمود بلفة، فخلاص ببدأ ان انا اشتغل بقية السطور على نفس النهج. ساعات بقول لا انا هعتبر ان دول ارتفاع وكأني مش شايفاهم، وهبدأ اشتغل في اول غرزة تقابلني. تمام. وهبدأ اشتغل في كل غرزة تقابلني نص عمود. فانا لو انا عملت كده في سطر لازم اعمل كده في كل سطور عشان ما تزايدش في سطر وتناقص في سطر. تمام. فانا هنا بعتبر، انا طالما اعتبرت في السطر اللي فات ان ال3 سلاسل اللي انا ارتفعتهم دول بمثابة كأنهم عمود بلفة، فخلاص كأني انا اشتغلت اول واحدة دي اللي هي الغرزة الاولانية ده كأنها دي فوقيها عمود بلفة. تمام. هبدأ ان انا اشتغل في التانية عمود بلفة، الف الخيط واطلع من حلقتين على حلقتين. كتيرة اشتغل فوقيها برضو عمود بلفة، منساش عشان يكون الشكل معايا واضح. ده كده خلصت 3 سطور من سطور العمود بلفة، واعتقد ان هو واضح الفرق جدا، يعني واضح الفرق في الشكل بين غرزة العمود بلفة وبين غرزة النص عمود. وال3 سطور هنا كافئهم، يعني اكتر كمان زادوا عن الاربع سطور من غرزة العمود بلفة. فدي الفرق، ان غرزة العمود بلفة بتبقى اكبر، بتاخد معانا خيط اكبر، وفي 3 سطور بس، فالاربعة قد 3 سطور. شايفين الفرق؟ هنا الغرزة التانية بتاعتنا النهاردة غرزة النص العمود بلفة على نفس الشكل ده. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، غرزة النص عمود وغرزة العمود بلفة. التطبيق بتاعنا النهاردة هيكون مشروع فيونكة. مش عارفة هي مش معايا دلوقتي، بس هي محطوطة على القناة، هسيبها لكم في صندوق الوصف. مشروع الفيونكة سهلة جدا، هتتدربوا فيها على غرزة النص عمود، ومش فاكرة هي فيها غرزة العمود بلفة ولا لا، بس ايا كان يعني فكرة ان انتوا تلفوا الخيط وتطلعوا كذا مرة دي منين ان انتوا هتشتغلوا وتطلعوا مشروع. لو انتوا لسه ما اتدربتوش على عقدة البداية والسلسلة اتدربوا، ولو لسه ما اتدربتوش على غرزة الحشو اتدربوا في المحفظة اللي كانت تطبيق المحاضرة اللي فاتت، طبقوا بقى المحاضرة دي هنعمل فيها الفيونكة. هتبقى برضو عدد سطور صغير من غرزة النص عمود او العمود بلفة، يعني انتوا براحتكم، ممكن انتوا تشوفوا دي فممكن تعملوا مثلا سطر، ممكن تعملوا هي عبارة عن قطعتين، ممكن تعملوا قطعة عمود بلفة وقطعة نص عمود وتدمجوهم مع بعض في الاخر. يعني هسيب لكم حتة الابداع دي. بس كده، ده كان فيديو بتاعنا النهاردة، شرحنا فيه غرزة النص عمود وغرزة العمود بلفة، ووضحنا الفرق بين الارتفاعين، يعني الفرق بين الشكل، وواضح اظن ان واضح الشكل. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، ولو لسه مش مشتركين في القناة اشتركوا، ومع السلامة.